حبايبي، اليوم نوجد معكم واحد العصير كيجي فريمون رائع. هنايا عندي التفاح صفار ولا ازرق ولا مهم تفاح ابيض، تفاح احمر قطعته طريفات صغار كيف ما كتشوفوا في الفيديو. هنايا عندي درو ديال الحليب، هنا عندي كركاع كيف ما كتشوفوا حسب الكميه اللي عندكم، وهنايا تمر مقطع، وهنا جوج ديال البنانات او الموز. هنايا غناخذ مولينكس. هاد العصير صحي 100% ناتور، ما فيهش السكر، يقدروا يشربوه حتى الناس اللي مرضين بالسكر. يعني هاد العصير كيجي مزيون بزاف وبدون سكر. هني خديت مولينكس وضفت فيها الحليب، ممكن تعملوا عين سيترو ديال الحليب هذيك حسب الكميه اللي بغيتو نتوما. انا خديت جوج تفاحات كبارين قطعتهم. صافي وضفتهم. هنايا غنضيف كركاع، المهم المكسرات اللي عندكم اللي متوفر، ممكن تعملوا حتى اللوز. انا محبه للكركاع، الكركاع كيجي غزال مع التمر، كيجي واحد المذاق غزال. او ممكن تعملوا اي مكسرات كتعجبكم. صافي وهنايا غناخذ مولينكس ديالي غنطحن مزيان. ملي كيتطحن ضروري كيبقاو ديك الطريفات ديك الكركاع شويه صغيورين، كيجيو مزيونين في اللوكو والتمر. صافي هنا خدام مولينكس ديالي حتى كيتطحن مزيان وصحي 100%. كيجي العصير فنيون، ما عاديش نقولكم ما عجبوش منه، كيجي غزال. هانتوما كيف ما كتشوفوا في الفيديو كيفاش كيتطحن، كيشهي والله ما تشبعوا منه، كيجي غزال وصحي. بالنسبه لنا العصير ديال الحليب يعني ضروري في الطاوله ديال الفطور في رمضان. صافي هنا نقدمه معكم بالصحه والراحه. هانتوما كيفاش كيجي غزال. ايوا بسلام عليكم، فيديو مقبل ان شاء الله يا ربي، وبالصحه والراحه. جربوه وطاقيوني فيه.